الزلزال اللي ضرب المملكة المغربية أمس وخلف المئات من الشهداء والجرحى والمصابين حتى هذه اللحظة، ليش صار؟ وليش ضرب المغرب بالذات؟ وهل هو عقاب من عند الله للمغاربة مثل ما يتداول البعض ويتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وليش ما تم اكتشافه من قبل أجهزة رصد الزلازل قبل وقوعه؟ وشلون مستقبلا يقدر المغرب لا قدر الله يطلع بأقل الخسائر والأضرار البشرية والمادية في حال لو تكرر هذا الموضوع؟ وليش خلق الله الزلازل وأوجد الكوارث؟ كل هذه الأسئلة بحاول أجيب عليها في هذه الحلقة، فأتمنى منكم متابعتها إلى النهاية ولكم جزيل الشكر. العلماء قسموا الزلازل إلى 4 أنواع. الزلزال الأول أو النوع الأول الزلزال البركاني، ويصير بسبب تحرك الصخور والغازات المنصهرة تحت الأرض عن طريق ثوران البراكين. والنوع الثاني زلزال الانفجار، واللي يتكون بسبب التجارب النووية المدمرة. والنوع الثالث زلزال الانهيار، وهو نتيجة تحرك كتلة من الصخور أو الأرض أو الحطام بسرعة كبيرة أسفل منحدر جبل أو تل بسبب الجاذبية. والنوع الرابع الزلزال التكتوني، وهو النوع اللي ضرب المغرب، وهو عبارة عن هزات أرضية مفاجئة بسبب هبوط أو تصادم الصفائح الصخرية داخل الأرض. وهذا التصادم أو الهبوط يؤدي إلى نشوء طاقة على شكل موجات زلزالية تختلف درجة قوتها باختلاف مستوى قوة تصادم الصفائح، وتتحرك في مساحات كبيرة تحت الأرض لين ما توصل للسطح في شكل هزة أرضية. وهذا الزلزال اللي ضرب المغرب بالذات لأن المغرب متواجد في منطقة غير مستقرة تاريخيا من ناحية النشاطات الزلزالية، ومعرض بشكل مستمر لأي هزة أرضية، واللي هي منطقة حوض البحر المتوسط بسبب تأثر هالمنطقة بالدرع الأطلسي وقربها من الصفائح التكتونية الأفريقية والأوراسية. وعلى امتداد تاريخه القديم عرف المغرب زلازل مدمرة كثيرة، كان من أبرزها زلزال مدينة العرائش عام 1276 ميلادية، وزلازل مدينة فاس خلال سنوات 1522 و1624 و1755 و1773، وزلزال مدينة مراكش عام 1719 وتبعه في 27 ديسمبر عام 1722 زلزال عنيف تسبب في خسائر جسيمة ببعض المدن الساحلية. أما أعنف زلزال في تاريخ المغرب كان في يوم 29 فبراير عام 1960 بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، واللي عرف هذا اليوم بفاجعة أغادير، واستغرق تقريبا ما بين 12 إلى 14 ثانية. ولكن هذه الثواني القليلة كانت كفيلة بانهيار المباني على سكانها وتراكم أكوام كبيرة من الأنقاض وتصاعد غبار كثيف حجب الرؤية، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف، وتعطلت إمدادات مياه الشرب، واللي خلى المدينة تقريبا تفقد أي اتصال بالعالم الخارجي. ونتج عن هذه الفاجعة أكثر من 15,000 شهيد، واللي كانوا يشكلون ثلث سكان مدينة أغادير ذاك الوقت، وتشريد أكثر من 35,000 نسمة، وخسائر مادية كبيرة قدرت في ذاك الوقت ب 290 مليون دولار. وتلاها في 28 فبراير عام 1969 تأثر المغرب بزلزال قوي كان مركزه مدينة لشبونة البرتغالية، وأدى إلى استشهاد 10 مغاربة وإصابة 200 شخص. وفي 24 فبراير عام 2004 ضرب زلزال عنيف مدينة الحسيمة بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، واستمر تقريبا لمدة 22 ثانية، وخلف حسب البيانات الحكومية في ذاك الوقت 628 شهيد و826 جريح، غير عن تشريد أكثر من 51,000 شخص، وانهيار نحو 9,352 مبنى يقع معظمها في مناطق قروية. ورغم وجود أجهزة رصد للزلازل ومع تقدم العلم والتكنولوجيا لا يزال من المستحيل فعليا معرفة متى وأين ستحدث الزلازل بدقة. جزء من التحدي هو أن طبيعة الزلازل تجعلها أحداثا لا يمكن التنبؤ فيها لسرعتها البالغة، وتميل إلى الوقوع دون سابق انذار. فاللي صار في الزلزال اللي ضرب إقليم الحوز في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية للمغرب، واللي ما يبعد عن مركز مدينة مراكش إلا تقريبا 70 كيلومتر، وشعر في سكان مناطق بعيدة مثل الدار البيضاء وأغادير أن يستحيل التنبؤ فيه ورصده للأسباب اللي ذكرتها، وأودى إلى الآن بأكثر من 1000 شهيد والمئات من المصابين والجرحى، والرقم للأسف الشديد مرشح للزيادة بسبب الهزات الارتدادية ونفس الأسباب اللي خلت المباني
المباني والأحياء السكنية تدمر وتطيح في تركيا هي نفسها تقريبا اللي دمرت المباني في زلزال المغرب 2023 واللي قبلها، وهي باختصار أن الكثير منها مباني قديمة وتفتقر لأدنى شروط السلامة في البناء، أو بسبب رداءة مواد البناء المستخدمة والغش التجاري. والمفترض من أي دولة تقع ضمن خط الزلازل وعارفة أنها ممكن تتعرض لأي هزات عنيفة في أي وقت، ومنها المملكة المغربية، تغير منهجها ولوائحها في إصدار رخص البناء. اليابان مثلا من أكثر الدول في العالم اللي عانت من الزلازل طوال تاريخها، وأسوأها الزلزال اللي ضربها في عام 1923 واللي عرف باسم كانتو الكبير، بقوة بلغت 7.9 درجات على مقياس ريختر، ودمر طوكيو ومدينة يوكوهاما وأودى بحياة 140 ألف شخص. ومن ذاك الوقت بدأت اليابان في تطبيق معايير صارمة على الأبنية، ومن أبرزها قانون يحدد متطلبات البناء لمقاومة الزلازل، وقانون آخر خاص بالمباني الشاهقة باستخدام مخمدات تمتص الكثير من طاقة الزلازل، بحيث يتم وضع طبقات من الخرائط المطاطية السميكة على الأرض لامتصاص الهزات بشكل كبير. وطبعا البشر مهما حاولوا إحجام قوى الطبيعة فهذا الشيء مستحيل، ولكننا مأمورين بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله. ما يصير أني أنام في البيت وانتظر أن الرزق يجيني، وبالمثل التعامل مع الزلازل، وخصوصا أننا في عصر العلوم والتقنية، ما يصير أني كدولة معرضة للزلازل وما أتخذ إجراءات استباقية للتعامل معها، بالذات في موضوع شروط البناء. ويمكن أن احنا ما نقدر نتجنب الكارثة، لكن يمكن أن احنا نقلل من تأثيرها قدر المستطاع. وحياة السكان والمحافظة على المواطنين أو القوى البشرية في أي بلد أولوية قصوى، لأنهم أسباب التطور والتنمية، وكل حكومة مسؤولة عن مواطنيها قبل أي استثمارات أو مشاريع أخرى. وبعيد عن التنظير الدنيوي والعلمي للزلازل والكوارث والبحث في أسبابها ونتائجها، لابد ما نوقف مع أنفسنا لحظات كمسلمين ونتساءل: ليش رب العالمين يصيب ويبتلي عباده بالفقر والمرض والكوارث؟ لازم نفهم الحكمة من هالأمر، لأن في ناس مقتنعة أن مثل هالكوارث لا تصيب إلا المجتمعات اللي فيها انحلال خلقي وفيها كثرة ذنوب ومعاصي، وأن هذه الكارثة والمصيبة ما هي إلا عذاب من عند رب العالمين لهم. وهذا الكلام غير صحيح وأبدا لا يعد قياس ثابت، لأن الجوع والأمراض والابتلاءات أصابت المسلمين حتى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، ومستمرة إلى يومنا هذا. فالموضوع ما له علاقة مباشرة بمدى التزام الإنسان المسلم من تقصيره، ووقوع كارثة في أي بلد معين ما يعني أن شعوب باقي البلدان غير معنية فيها، فهي رسالة كونية للبشر كافة، مسلمين وغير مسلمين. لذلك فالمؤمن يشكل تصوراته أمام الأحداث الكونية بإيمانه أن لله حكمة في الأمور كلها، يفهم بعضها وما يفهم كثيرها، وأنه ما يقدر يحصر حكمة الله في سبب واحد فقط أو أسباب محصورة فقط، لأنه يجهل مراد الله الدقيق، ولأنه محدود بقصوره الإدراكي. والمؤمن يؤمن أن الله يجزي ثواب وعقاب، ويبتلي الناس في الحياة الدنيا بالنعم والمصائب، فكل حدث يحمل خيره وشره، مهما بداله انه خير بالمطلق او شر بالمطلق. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولازم يراجع المؤمن نفسه ويقيم ذاته وسلوكياته، لان الاحداث الكونية دعوة لاعادة مراجعة المرء لذاته وايمانه، ولا بد ما ينصح مجتمعه بفعل الخير وينهاه عن فعل الشر مهما استطاع بالحجة العقلانية والاسلوب الحسن. وما يقدر الآدمي مننا يدعي علمه بأن قصد الله سبحانه وتعالى من الحدث الكوني الفلاني عقاب أو مكافأة، لأن تعيين المقصد الإلهي من الأفعال تعدي على مقام الألوهية، ورفع للإنسان لنفسه من مقام المخلوق إلى مقام الخالق اللي يفهم قصده على وجه التحديد. ومن ثم فالمؤمن ينتقل مباشرة إلى سؤال العمل: ماذا يجب علي أن أفعل؟ عن طريق أخذه بالأسباب والسنن الكونية لمواجهة الحدث الكوني والسيطرة عليه وتقليل ضرره والحد من انتشاره، وذلك بالسعي في البحث العلمي والسلوك العملي، وما ينشغل بالتأويل أو الانتظار. وهو من مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. المؤمن مهما أتاه ما يحب أو حل عليه ما يكره، فعليه دائما أن يسأل الله خير الأمر ويستعيذ من شره، وأن يتضرع إلى الله بالدعاء لكشف الغم أو لاستدامة النعم بالشكر والحمد. تعازينا الحارة لأهلنا في المغرب، ونسأل الله أن يرحم شهدائهم ويغفر لهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى والمصابين شفاء عاجلا، وأن يحفظنا وإياهم وسائر المسلمين في كل مكان
من كل مكروه. آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.